السلام عليكم يا أجدع أصحاب، معاكم معتز من قناة موبايل برو بلس، والنهارده جايب لكم فيديو جامد جدا. معانا أرخص موبايل للألعاب بسعر أقل من 3000 جنيه جزائري، وموجود دلوقتي في السوق وبيقدم أداء رهيب. الموبايل ده هو انفينكس هوت 50. والله يا جماعة الموبايل ده تحفة من ناحية الأداء. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل، وقبل أي حاجة يلا سبسكرايب ولايك وكومنت جميل كده وما تبخلوش بالدعم. يلا نبدأ على بركة الله. أول حاجة محتوى العلبة. العلبة بتحتوي على موبايل والشاحن وكابل اليو اس بي وجراب وسكرينة وشوية كتيبات تعليمية كده. أول حاجة التصميم. تصميم كده شيك جدا وأنيق، شبه أخوه الأكبر الهوت 50 برو بلس. الكاميرات ورا كده جاي على شكل مربع، وده مدي شكل مختلف وجذاب. الموبايل خفيف ووزنه 187 جرام، سمكه 7.7 ملي، يعني حرفيا ريشة، وبيستخدم بسهولة بإيد واحدة. مصنوع من البلاستيك الإطار والظهر، والموبايل مقاوم للصدمات الخفيفة ونقد المية البسيطة، بس خد بالك ما يوقعش منك جامد. الألوان بقى الأسود والأخضر والرمادي التيتانيوم شكلهم فخم بجد. بعد كده الشاشة هنا حجمها 6.78 بوصة، نوعها اي بي اس ال سي دي بدقة فول اتش دي بلس، وبتدعم تردد 120 هرتز. فيها ثقب كده للكاميرا الأمامية، وتصميم شيك ونادر في الفئة دي. الحواف الجانبية مقبولة، لكن الحافة السفلية بارزة شوية وده طبيعي. درجة السطوع 800 نت. بيدعم خاصية الالويز اون ديسبلاي كده، بيشتغل لفترة بس وبيتقفل علشان البطارية. بصراحة الشاشة ممتازة جدا بالنسبة للسعر. بعد كده الأداء. المعالج هنا الهيليو جي 99، دقة تصنيع 6 نانومتر، ومساحة داخلية 128 جيجا من نوع اليو اف اس، ورامات 8 جيجا. والموبايل بيدعم توسعة لحد 16 جيجا بالسوفت وير. الموبايل سريع جدا في الاستخدام اليومي، ومفيش ولا تخنيق ولا لاج. ولو قارنته بالأجهزة المنافسة في نفس السعر هنلاقي إن المعالج هنا هو الأقوى بسهولة. الأداء في المعالج. الموبايل بيشغل ببجي على 60 فريم في الثانية، وده يخليه أرخص موبايل يشغل ببجي 60 فريم في الثانية، بس طبعا لازم تقلل الجرافيك شوية. والموضوع ده رسمي بسبب تعاون انفينكس مع ببجي. مستشعرات وبصمة. البصمة موجودة في زرار الباور وسريع، مفيش مايك إضافي يعزل الضوضاء، وبيدعم ال NFC، وفي مستشعر تقارب حقيقي وجيروسكوب بس من خلال السوفت وير. الصوت والشبكات هنا السماعة من المونو مش ستيريو، وتقدر تركب شريحتين وكارت ميموري مع بعض، والشبكة ممتازة سواء واي فاي أو 4G. بعد كده مميزات الذكاء الاصطناعي. خاصية اير سيج تمسح أي حاجة مش عايزها من الصورة، وتقدر تحدد الأشخاص وتفصلهم عن الخلفية، وتعمل خلفيات بالذكاء الاصطناعي عن طريق وصف بسيط أو تعديل صور. تحول صورك لرسم كرتوني، وتحسين وتصحيح النصوص بالاي اي. وحول الكاميرا الاماميه بطريقه اشعارات تدي ميك بار كده بطريقه شيك جدا. كل ده في موبايل بالسعر الخرافي ده. البطاريه هنا 5000 ملي امبير، وشحن سريع بقوه 18 واط، بيشحن في حوالي ساعتين. وفي ميزه حمايه البطاريه اثناء الشحن لو بتلعب. بعد كده الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 1.6 ومستشعر من سامسونج. والكاميرا الثالثه وكاميرا تانية ملهاش استخدام حقيقي، فلاش قوي ورا، وكاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل. الصور كويسة جدا في النهار مقارنة بالسعر. تصوير فيديو بدقة 2K على 30 فريم، مفيش مثبت بصري ولا إلكتروني في الفيديو ممكن يهتز شوي. موبايل انفينكس هوت 50 هو أقوى صفقة للألعاب في الفئة الاقتصادية حاليا، وخيار ممتاز لو ميزانيتك محدودة وعاوز أداء عالي. وفي الآخر متنسوش تدعمونا باللايك وسبسكرايب وشير الفيديو علشان يوصل لكل الناس. ويلا سلام.